مباراة الأهلي وبتروجيت غدا هتكون في تمام الساعة 8 مساء. المباراة ديت مهمة جدا للنادي الأهلي. تعالوا بقى نشوف تشكيلة يستروب اللي هيلعب بيها أمام بتروجيت. هنبدأ الأول بحراسة المرمى، طبعا عودة الكابتن محمد الشناوي مرة ثانية لحراسة المرمى، وهيكون جاهز 100% في هذه المباراة مع النادي الأهلي. فالشناوي حارس كبير وبيثبت نفسه في كل مرة مع النادي الأهلي، حارس كبير ونجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر. بعد كده هنروح للباك ليفت، هنلعب بمين؟ هنلعب بمحمد شكري. طبعا ليه؟ لان احمد نبيل كوكا عنده طرد احمر، فعشان كده مش هيعرف يلعب مع النادي الاهلي في هذه المباراه، لانه كان عنده طرد في الدوري المصري، فعشان كده مش هينفع يلعب المباراه الثانيه بسبب الكارت الاحمر اللي حصل عليه. وبعد كده هنروح للباك يمين، عندنا محمد هاني نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، اللاعب الجميل، اللاعب العالمي، اللاعب المميز دايما، اللاعب اللي بيثبت وجوده دايما مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. لاعب مهم جدا جدا، لاعب يصاب ويرجع كما هو، مستواه مش بيقل، لاعب مهم جدا مع النادي الاهلي. وبعد كده ثنائي الدفاع هنلعب بياسر ابراهيم وياسين مرعي. ياسر ابراهيم فده ياسر رجوله، ياسر ابراهيم بيقدم مستوى كبير جدا مع النادي الاهلي، بيعمل اداء مميز مع الاهلي، بيلعب بجديه، بيلعب برجوله، بيعرف يسدد، بيعرف يصد الكور. فياسر ابراهيم لاعب مهم ودفاع مهم جدا جدا، كفايه انه بيلعب برجوله وبيلعب بجديه مع الاهلي. وبعد كده ياسين مرعي الدفاع الناشئ، الدفاع العالمي، الدفاع الجميل. ياسين مرعي لاعب مهم جدا ولاعب كبير، هيكون دفاع النادي الاهلي في المستقبل، فهو هيفكرنا بمحمد عبد المنعم، لان ياسين مرعي لاعب مهم ولاعب كبير وبيعرف يلعب وبيعرف يسدد، وفيه تناغم بينه كبير جدا جدا وبين ياسر ابراهيم، فعشان كده ياسين مرعي هيلعب اساسي دايما مع النادي الاهلي في جميع المباريات. هنروح على نص الملعب، عندنا في نص الملعب هنلعب بلاعبين، هيلعب بمحمد علي بن رمضان ووليو ديانج. طب مروان عطيه، حد يقول لي فين مروان عطيه؟ مروان عطيه مستبعد من هذه المباراه بسبب حصوله على كثره الانذارات، حصل على انذارات كتير جدا جدا في الفتره الاخيره ديت، فعشان كده هيستبعد من مباراه الاهلي وبتروجيت. هنلعب بمكانه بديانج. ديانج لاعب كبير، ديانج دبابه النادي الاهلي، ديانج حرفيا دبابه يا جماعه، ديانج لاعب مهم جدا ولاعب كبير، ديانج بيمسك الكوره مفيش حد بيقدر يقف امامه، فديانج بيمسك الكوره بينطلق بيها، محدش بيقدر يقف امامه، فديانج هيلعب مكان مروان عطيه. بعد كده محمد علي بن رمضان المايسترو التونسي. محمد علي بن رمضان لاعب عالمي يا جماعه، لاعب جميل جدا جدا، لاعب بيعرف يمشي بالكوره وبيعرف يقف على الكوره وبيعرف يسدد وبيعرف يعمل تناغم مع زيزو. فمحمد علي بن رمضان لاعب مهم ونجم النادي الاهلي ونجم منتخب تونس. محمد علي بن رمضان لازم يشارك اساسي في هذه المباراه. وبعد كده هنروح على الهجوم، هنلعب بالجهه اليمنى بزيزو. زيزو يا زيزو، نجم الاهلي ونجم منتخب مصر، نجم النادي الاهلي الاول احمد سيد زيزو، اللاعب العالمي، اللاعب الجميل اللي بيحب النادي الاهلي كانه ابن النادي الاهلي، كانه مولود في النادي الاهلي، ما هواش جاي من الزمالك من فتره قليله جدا. زيزو بيثبت نفسه مع النادي الاهلي من اول مباراه ليه مع النادي الاهلي، وهو بيثبت نفسه دايما مع النادي الاهلي، فزيزو لاعب كبير جدا جدا هيلعب بيه في الجهه اليمنى. بعد كده هنروح للجهه اليسرى، المايسترو اشرف بن شرقي، اللاعب العالمي، اللاعب اللي انا بستمتع حرفيا، انا بستمتع بمشاهدته، الواحد بيستمتع بمشاهده بن شرقي. بن شرقي لاعب جميل يا جماعه، لاعب بيعرف يمرر، بيعرف يرقص، بيعرف يراوغ، بيعرف يباصي، بيعرف يعمل تمريره، لاعب عالمي. بن شرقي ده حرفيا هو رقم واحد في الجهه اليسرى للنادي الاهلي في الهجوم، فبن شرقي لاعب جميل هيلعب بيه في الجهه اليسرى. خلونا بقى نروح على مين؟ على تريزيجيه. تريزيجيه مهاره وسرعه واداء وحب للنادي الاهلي، حاجه جميله جدا جدا بيعملها مع النادي الاهلي. تريزيجيه لاعب كبير ويثبت نفسه في كل مره، ولاعب سريع بيعرف يلعب، بيعرف يسدد، بيعرف يجري على الكره، فتريزيجيه لاعب مهم جدا جدا مع النادي الاهلي. بعد كده في الهجوم هنلعب بمين؟ في الهجوم ما فيش غيره طبعا جراديشار، لان المخيف محمد شريف مصاب، هيلعب بجراديشار. جراديشار لاعب لم يثبت نفسه هو حتى الان مع النادي الاهلي، وما ينفعش يكون مهاجم، وانا من وجهه نظري انا لو مدرب فانا مش هلعب لا بمحمد شريف ولا بجراديشار، لان الاثنين مش بيثبتوا نفوسهم مع النادي الاهلي. النادي الاهلي فريق كبير ونادي قرن، لازم الهجوم اللي يلعب فيه يثبت نفسه بكل جداره. فانا بالنسبه لي جراديشار ولا محمد شريف ينفعوا يكونوا هجوم للنادي الاهلي بصراحه، يعني ما ينفعوش يكونوا هجوم للنادي الاهلي. النادي الاهلي عايز هجوم افضل من كده بكتير، لا جراديشار ينفع يكون هجوم للنادي الاهلي ولا محمد شريف ينفع يكون هجوم للنادي الاهلي. المهاجمين دول مش ينفعوا خالص للنادي الاهلي. دي التشكيله اللي انا قلت لك عليها ديت، اللي
تروب هيلعب بيها امام بتروجيت. هي دي التشكيله المثاليه والموجوده حاليا والمتوفره في النادي الاهلي. خلونا بقى نروح على عوده المصابين. عوده كريم فؤاد مره ثانيه، هيلعب طبعا كريم فؤاد هيلعب في الباك ليفت. طب حد يقول لي هو ليه مش هيلعب مباراه بتروجيت؟ هو كريم فؤاد لسه عايد من الاصابه، فلازم يتدرب ولازم يعمل تمارين عشان يقدر يلعب مع النادي الاهلي. وعوده يا باشا محمد الشناوي. محمد الشناوي عاد مجددا وهيلعب مباراه بتروجيت، جاهز 100% لهذه المباراه. عاد مجددا. الشناوي حارس كبير وحارس النادي الاهلي الاول وحارس منتخب مصر الاول برضه، فالشناوي لازم يلعب المباراه الجايه. اما بالنسبه بقى لامام عاشور اسطوره النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر وافضل لاعب في مصر، امام عاشور يا جماعه حرفيا ان كان النادي الاهلي ولا منتخب مصر الاثنين بيتاثروا بغياب امام عاشور، فان امام عاشور لاعب قوي ولاعب سريع ولاعب جامد ولاعب بيعرف يلعب وبيعرف يسدد. امام عاشور بيفرق جدا مع ان كان مع النادي الاهلي او منتخب مصر. امام عاشور مهم جدا عودته للعب تاني مع النادي الاهلي. امام عاشور ايه حكايته بقى بالظبط؟ امام عاشور لسه هيتعمل له تحليل طبي، بعد التحليل الطبي هيكون معاه حوالي 3 اسابيع ويرجع تاني يلعب. يعني ممكن يرجع امتى يا سيد؟ هيرجع امتى؟ هيلحق كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر، يعني هو مجهز نفسه هيكون متواجد في اخر نوفمبر انه يلحق كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر. نتمنى لإمام عاشور الشفاء والعودة بسلامة إلى المباريات مرة ثانية. إمام عاشور لاعب كبير ولاعب مهم للمنتخب وللنادي الأهلي. واستبعاد مروان عطية عن مباراة بتروجيت بسبب كثرة الانذارات اللي عنده انذارات كتير جدا جدا، فهو مش هيقدر إنه يلعب مباراة بتروجيت. وهنلعب مكانه بمين؟ هنلعب مكانه بإليودانج. ترتيب الدوري بقى، خلونا بقى نروح لترتيب الدوري. ترتيب الدوري النادي الأهلي حاليا في المركز الثاني. ليه يا سيد في المركز الثاني؟ سيراميكا كليوباترا لعب وفاز وتصدر الدوري، لكن سيراميكا كليوباترا فرق النادي الاهلي بمباراه، فالنادي الاهلي عنده حاليا كم نقطه؟ عنده 21 نقطه وسيراميكا عندها 23 نقطه. فالنادي الاهلي لو فاز في هذه المباراه، مباراه بتروجيت اللي هتكون في تمام الساعه 8، فالنادي الاهلي هيتصدر الدوري وهيكون فرق سيراميكا بنقطه واحده، لكن هيكون متساوي معاهم في المباريات. ايه اللي هيحصل بقى لو النادي الاهلي فاز في هذه المباراه؟ النادي الاهلي لو فاز في هذه المباراه سيتصدر الدوري المصري، هيكون فارق سيراميكا بنقطه واحده، لكن هيكون متساوي معاها في المباريات. فالنادي الاهلي عامل استعدادات قويه جدا جدا، وتروب عامل استعدادات قويه جدا واستعدادات مهمه لهذه المباراه. فالنادي الاهلي عامل استعدادات قويه جدا لهذه المباراه، لان المباراه ديت في غايه الاهميه للنادي الاهلي. النادي الاهلي عايز يفوز في هذه المباراه باي طريقه من الطرق عشان يكون في صداره الدوري. فبتروجيت فريق سهل بخطط تروب وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اولا قبل اي حاجه. النادي الاهلي هيقدر يفوز في هذه المباراه. اللاعيبه بتجتهد واللاعيبه تتمرن، وتروب بيعمل خطط وافكار قويه جدا جدا من تروب مدرب ناجح ومدرب عالمي مع النادي الاهلي. فاستعدادات قويه جدا من اللاعبين ومن المدربين ومن الجهاز الفني ومن اداره النادي الاهلي لهذه المباراه عشان النادي الاهلي يتصدر الدوري مره ثانيه. النادي الاهلي كده كده هو اللي هياخد الدوري من الاخر، يعني لان النادي الاهلي لو تصدر الدوري ما بينزلش من الصداره ثاني. يعني هو سيراميكا كليوباترا طلع ليه؟ عشان النادي الاهلي لسه ليه مباراه، فسيراميكا كليوباترا فرقوا مباراه، فعشان كده النادي الاهلي هيلعب وهيفوز على بتروجيت وهيتصدر الدوري مره ثانيه. فتوقعاتكم معايا لهذه المباراه استعدادات وخطط قويه من تروب لهذه المباراه. المباراه هتكون ان شاء الله في تمام الساعه 8 مساء غدا. توقعاتكم معايا لهذه المباراه امام بتروجيت، لان لو النادي الاهلي فاز في هذه المباراه ستصدر الدوري وهيكون فارق سيراميكا كليوباترا بنقطه واحده، ولكن هيكون متعادل معهم في المباريات. فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي. توقعاتكم معايا لهذه المباراه القويه. كان معكم السيد ابراهيم في كوره مع السيد.